يعني فإذا اعتبرنا ان الكلام ده صحيح وان في استراتيجية وضعت في تطوير التعليم في مصر من ما قبل الجامعة، وان دور الوزير ابتدى يعني يحدد معالمه الى حد ما، تفتكر نسبة قدرته على التشجيع قد ايه تقريبا؟ هو التوجيه يقدر يغير؟ لا يقدر، الشعب يقدر يغير، بيجي يقدر يغير. ان احنا المستفيدين لما تيجي حاجه من العليا كده نفسك بنفسك، اعمل شوف القرار زي النهارده مثلا اخذنا القرار كذا، القرار ده يعلم على المستوى الجمهوريه، فبالفعل بينفذ على مستوى الجمهوريه. يبقى هو يعني القدره على التغيير بالنسبه له هو افضل من غيره، لأنه عنده القدرة على تعميم القرار أو جميل. أما موضوع ان كل وزير أو في استراتيجية موضوعة، الكلام ده طبعا للأسف ما فيش أي استراتيجية موضوعة لتطوير التعليم في مصر. لو كنا بنشوف في استراتيجية موضوعة يبقى كان أي وزير كان هيجي، يبقى كنا هنشوف إن هو أي وزير لا يختلف كثيرا عن الذي سبقه، فهيكون كلنا نكون في اتجاه واحد. أما الوزير يأتي اليوم يقول إني هنخلي التعليم مثلا المرحلة الابتدائية 5 سنوات ولا 6 سنوات، الذي جعلها 5 يأتي غيره فجعلها 6 وهكذا. آخر يأتي المرحلة الثانوية 2 ولا 3 سنين، نظام قديم ولا نظام جديد ولا نظام قديم، عن فيه يبقى فيه تحسين ولا فيه تحسين. طب رأيك الطلبة بالنسبة لنا عارف اللي بتجيلهم من سبب الانتخابات وقدراتهم، قدرة البعض منهم طبعا على اكتساب معلومات واكتساب مهارات، الطلبة دي هينفع معاها الاستراتيجيات بتاعتنا في الوقت الحالي، ولا احنا نقدر نستفيد كمان منهم في طريق التعليم؟ احنا نقدر نستفيد منهم. انا احنا كمدرسين انا يعني دايما انا يعني كل سنه بختلف عن السنه اللي قبلها، لكن كل سنه من خبرتك في التعامل مع الطلاب خبرتي مع الطلاب يعني بنتعامل بيهم كتير جدا. انا ممكن حاجه تكون سيئه عني، اصل بالرغم من الصوره السيئه اللي ممكن بتكون بنعملها في الوقت الحالي على اولادنا في المرحله الابتدائيه والاعداديه، الا ان كتير منهم بالرغم من الاستعدادات المحدوده والخدمه العقيمه اللي بنقدمها لهم، الا ان ما زالوا عندهم القدره على الفرار وان هم يوجدوا لنفسهم طريقه بمساعده اهاليهم. طبعا خلينا نكون واضحين، يعني بعيدا عن المؤسسه التعليميه، وبقدر الامكان يمكن دول اللي بيقدروا نقول عليهم ايه، ربنا بيعينهم وينقذهم من ايه اقول ايه، بس يعني فعلا بقت مبادرات فرديه، النجاح فيها بيعتمد على المبادرات الفرديه اكثر منها نظام مؤسسي متكامل يساعد ولادنا. استاذ سعود احمد محمود عبد العال، انا سعيده بوجود حضرتك معايا، بتوجهاتك الجميله لخدمه مجتمعك وخدمه مهنتك كمدرس اللغه الفرنسيه، وخدمه موهبتك وهواياتك وقدراتك الكتابيه والادبيه من خلال تاسيسك لجريده وطن النيوز، واشكرك على الاراء اللي قدمتها لنا خلال هذا الجزء من الحلقه. اشكرك شكرا جزيلا. شكرا لشباب واراء وقناه النيل للتعليم العالي. اشكرك. مشاهدينا الكرام، مشاهدي شباب واراء، شكرا لكم والى لقاء اخر ان شاء الله.